الفراخ في الصينية وهي هتستوي هتطلع أحلى فراخ مشوية، بجد التجربة دي تحفة 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 تحفة. زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جميلة جميلة. عايزة أقول لكم الفراخ دي من غير فحم، من غير تتبيلة، من غير أي حاجة. انتوا متخيلين إن الفراخ دي رميتها في الصينية طلعت بالشكل القمر ده، من غير ولا نقطة مية، من غير ما نتبلها بقى وحطي بهارات مش عارفة ايه. بصوا القمر، بصوا طالعة قد ايه جميلة وجوسي وقمرة. بصوا اللحمة ابيض ازاي من جوه. عايزة اقول لكم ان انا اصلا بمسكها وزي ما انتم شايفين الدخان طالع منها، طالعة تحفة اللهم بارك. وفي كمان الصوص اللي نزل منها ده يا جماعة بيبقى تحفة، مع شوية رز كده بالشعرية بيبقى خطير. شايفين الصوص ده منه فيه احلى واجمل واروع طريقة للفراخ. بجد لو جربتوها يعني بجد بجد هتنبهروا بيها. جربوا الطريقة ديت وقولوا لي رأيكم فين، وخصوصا ان هي مش محتاجة اي افتكاسات. طلعي بصي بصلاية وهتطلع معاكي زي الفل. طبعا انا الصوص ده بنحطوه كده على الرز بالشعرية، وعملت شوية كده ملوخية خضراء، ويلا بينا. اول حاجه نقعت الفراخ بتاعتي في منقوع الملح، اللي هو ايه، ميه وملح وليمون وورق لوري وقرنفل، ومعلقتين من الدقيق وسبتهم. وبعدين بعد ساعتين طلعتها شطفتها وجبت بصلايه بملح وفلفل وتبلتها جوه ما بين الجلد وما بين اللحم. بعدين جبت معلقتين كده من الزبده ومعلقتين من الزيت الذرة، وحطيت الفراخ زي ما انتوا شايفين. انا يا جماعة الفرخة بتاعتي اسمها بالطول. حابين تعملوها فرخة كاملة ومع بعضها براحتكم، عايزين تقسموها ارباع برضو براحتكم زي ما انتوا حابين. باسيبها كده زي ما انتوا شايفين على النار لمدة نص ساعة. حطيت حلة كده مليانة مية على الفراخ، وسبت الحلة ديت على اللي مليانة مية على الفراخ، علشان كل أنسجة الفراخ تشرب من الصوص اللي انا حطاه، اللي هو الزيت والسمنة مع البصلة اللي جوه الفرخة. واتقل الفراخ والفراخ ما تتحركش من مكاني. بصوا يا جماعة كده الفراخ عملت ايه بعد نص ساعة. اتحمرت بس لسه ما استوتش. زي ما عملت في الوش الاولاني هعمل في الوش التاني، ونفس الحلة هحطها على الوش التاني وهسيبها نص ساعة كمان. بعد كده هحضر الدريسنج اللي هيتحط عليها: معلقتين من الصلصة، معلقة من الكاتشب، معلقة من الصويا صوص، معلقة من دبس الرمان، نص معلقة من الشطة، نص معلقة من الباربيكيا، نص معلقة من الملح. خلاص كده. عدت النص ساعة، عريت الفراخ بتاعتي وجبت بقى ايه، جبتها على الوش التاني علشان احنا لسه هناخد الفراخ، بس مش نص ساعة، هنحطها ربع ساعة كمان. يعني الفرخة دي خدت معايا ساعة ونص. جبت بقى الدريسنج اللي انا عاملاه وابتديت ان انا احطه في الفراخ كده علشان يديها لون الشوي واللون التحفة اللي انتوا شفتوه كده اول الفيديو. خلاص هحط برضو الحلة معايا لاخر الفيديو. شايفين الصوص ابتدى يغمق ازاي معايا. عدت ربع ساعة ابتديت ان انا اقلبها على الوش التاني. عايزة اقول لك البصل اللي انا حشيها ما بين الفرخ والجلد بتخليها تنزل ميتها. عكستها كده الناحية التانية زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هحط الدريسنج على الوش التاني. شايفين؟ وبعد كده هحط برضو الحلة ربع ساعة كمان، يعني استخدمتها ساعة ونص. طبعا وانا بحط الدريسنج بتاعي بنغزها كده بالسكينة عشان اضمن ان كل حتة خدت من التتبيلة. وده الشكل النهائي ليها، وبالهنا والشفا.